مساء الخير. اليوم حبيت نشارك معاكم هذه الوصفة الناجحة تاع المقروط اللي راح تكون ناجحة من أول مرة، واللي جامي دارته راح ينجح لها بلا ما يدير هذوك التشققات ولا تخاف انه العجينة تسيح والسمن كما يقولها والغرس يخرجوا، ولا تتفادي المشاكل هذو أكل بالوصفة هذه إن شاء الله. وراح تجيك هايلة ويجيك المقروط تاعك مرمل ويجي بنين بزاف للمناسبات للأعياد لكل حاجة. اول حاجه هنا نبداو بثلاث كيلات تاع سميد. الكيله نتوما تتحكموا فيها، تحبي كميه كبيره تحبي كميه متوسطه. اما بالنسبه للنوعيه تاع سميد فنستخدموا النوعيه المتوسطه، ماهوش رقيق رطب هذاك بزاف كيما تاع المفارمسه، وماهوش الخشين تاع قلب اللوز. نحاولوا نديو حاجه في النص. وهنا عندي ربع كيلة فارينة، كما راكم تشوفوا انا قست باللي بول هذو تاع الشربة. وعندي مغرفة تاع سكر ثاني، السكر العادي ماشي سكر جلاسي. اما بالنسبه للدام تاعنا انا راح نخلط بين السمن والزيت، وتقدروا ديروا الكيلة كامله سمن ثاني. تجي هايله بزاف. انا هنا نستخدم سمن مدينه، عمرته تقريبا كامل ومن بعد قعدت شويه برك هكذا كملتها بالزيت، يعني ممكن ربع كيلة الاخرى نكملوها زيت عادي. وراح نخلط السمن تاعي مع العجين تاعي ونخليه يستراح. واهم حاجة هنا كي نديرو السمن تاعنا يعني من ندلكوش بزاف ولا نعجنو السميد تاعنا، يعني قسمة خلطوه هكذا يتوزع السمن برك ونحبسو. مكله نديرو كيما نديرو قلب اللوز، يعني نقعدو نحكمو السميد ونحكمو هكذا بزاف ندخلو فيه السمن. انا جوست نخلطو هكذا خفيف، وكما نقولها بالاصابع تاع اليد برك كيما راني ندير هكذا، يعني حاجة خفيفة برك ونخليه يستراح. هنا تقدروا تخليوه ليلة كاملة. بصح أنا حبيت نشارك معكم هذه الوصفة لأنه سهلة وما تديش الوقت، يعني ممكن ساعتين برك بزاف. كما أنا خليته مدة ساعتين برك وجا ناجح وبلا تشققات بلا أي حاجة، يعني الوصفة هذه يكونوا متهنيين فيها. هنا نغطيه، لازم نغطيه مليح باش ما يقيسوش الهواء. غطيه بكيس بلاستيكي ولا كاش حاجه هكذا ما يدخلوش الهواء. ومن الاحسن انه كيس بلاستيكي ما ديروش قماش ولا باش ما يشربلناش ليدام تاعنا. هنا بعد ما خليته يستراح راح نلقاوه كل يبس هكذا شويه. تلقى هذه حاجه عاديه لانه السمن هكذا نلقاوه يبس نورمال، شوفوا كيف راه يابس. ومن بعد نبدا نحلو، ما نحكوش بزاف بين يديا، حاجه خفيفه برك قيس ما يتحلوا الحبات على بعضهم. أما باش نجمعوا العجينة نخلطوا بين الماء والماء زهر. وبالنسبة للناس اللي يحبوا ريحة الماء زهر بزاف يقدروا يعني يديروا كمية تاع الماء زهر أكثر من الماء. أنا تقريبا ندير كمية قد، لكن ريحة الماء زهر كي تعود شوي زايدة راح تعطيكم واحدة النكهة بزاف بنينة. وهنا دايما في نفس الملاحظة انه المقروطة تاعنا السر تاعو في انه كي ندخلوا المكونات كامل انه نخدموه باصابع اليد برك ما نعجنوش. كما انا هكذا راني ندخل في الماء والمزهر، بصح ديما راني نلعب بالعجينة هكذا باصابع اليد برك حتى هنا نشوفوا العجينة تاعنا تعود تتلمد ويعود هذا هو القوام تاعها، يعني نقدروا نشكلوها كما نحبوا ثم نحبسوا نلمدوها بجيه هكذا ونعاودو نغطيوها. يعني ديما وانتي تخدمي في المقراطة تاعك ديما مغطي باش ما ينشفش من الماء. هنا نغطيه ونخليه بجهة هكذا. ومن بعد نجي نوجد الحشو تاعي، انا راح نديره بالغرس. درت له هنا شويه غرفه وراح نزيد له شويه جلجلان، وهذو حوايج اختياريه انتي تتحكمي فيهم. وتقدري حتى ديري القرنفل مرحي ثاني يمد نكهه بزاف بنينه، بصح ديروا شويه برك لانه النكهه تاعو تكون قويه بزاف. هنا الغرس تاعكم لازم تتأكدوا انه يكون نظيف وخالي من العظام ولا اي حاجة. ودوكا نجيو لطريقة تاع التشكيل، يعني مع ليمول هذو التشكيل ولا سهل بزاف. هنا انا ندير يعني عشوائيا ما نقيسش يعني السميد تاعي ولا الحشو، ندير هكذا بعيني برك يعني تكون الحبة مليحة ماهيش صغيرة وفي نفس الوقت ما نديرهاش كبيرة بزاف. ونقعد نشكل بالطريقة هذه اللي راكم تشوفوا فيها في الصورة، يعني ندير الغرس داخل الحبة ومن بعد نحطها ونقعد نطبع عليها هكذا وندز العجينة لتحت ونسقم في الشكل تاعها.
وهنا يعني المول ولا الشكل يقعد اختياري، تقدروا ديروا اي شكل. انا حبيت ندير هذا الشكل اللي جاي على شكل يعني معين هكذا. حبيت نبدل من الشكل الدائري. وهنا تشوفوا كيف تخرج معنا الحبة، نسقموها هكذا شوية على الحواشي لانه تخرج محرشفة شوية من تحت. ومن بعد نحي الحبة تاعي نسيسها بالعقل، يعني راح يقعد الشكل تاعها هايل كما راكم تشوفوا في الصورة. وتقدروا حتى تستخدموا تنقشوها ولا يعني الأفكار بزاف في المقراط. وحتى يعني الشكل تاع باكري تاع زمان تاع الطابع تاني مد نتيجة بزاف هايلة. وهنا ندير لها حبة لوز من الفوق، انا نديرها لها باش تحكم الفورمة تاعها برك يعني وما تتبدلش، لانه هنا حبة اللوز ماهيش راح تلزق، راح يطيب المقروطة تاعها راح تتنحى عادي. مي كي نعسلوها تقدري ديري حبة لوز من الفوق، تقدري ديري اي حاجة للتزيين ورد ولا شوية مكسرات هكذا مرحية، هذه حاجة اختيارية ثاني. ملاحظة مهمة انه بعد ما تشكلوا المقراطة تاعكم خلوه يرتاح، يعني مشي تشكلي الصينية طول تلوحيها في الفور الطيب، خليها ممكن ربع ساعة 10 دقايق تحكم روحها هكذا باش تلوحيها الطيب. هذه الملاحظة راح تعطيكم يعني فرق كبير. من الأحسن انه تخلي المقراطة تاعك يستراح شوية بعد ما تشكليه وتلوحيه يطيب في الفور باش يقعد محافظ على الشكل تاعو. وملاحظة أخيرة، يعني المقروط تاعكم من الأحسن أنه طيبوه أحمر هكذا من الفوق والتحت، لأنه هذه الحاجة هي اللي راح تخليه يقعد مدة طويلة بلا ما يفسد لكم. هذه في الجاتو عامة يعني، وحتى في المقروط راح يقعد مدة طويلة معاكم بزاف هكذا العراس، ولا تقدروا توجدوه من قبل، يعني ما تخافوش منه أنه يفزد ولا حاجة ما تقيسوا. وخاصة كي تزيدوا تحمروه بيا يعني راح تكوني مطمنة. شوفوا أنا كيفاه نحب نحمره. وهنا نشعلوا له الفور على 180 درجة، يدي وقت 15 دقيقة ولا للصينية الواحدة. وبالنسبة للتعسل يعني من الأحسن أنه تزيدوا شوية مزهر للعسل تاعكم باش يعطيه نكهة وباش المقروطة تاعكم يتشرب. كما أنا هنا عسلت معكم شوية حبيت تشوفوا كيف يجي اللون والشكل تاعو كي يتعسل، يجي اللون تاعو بزاف هايل. القوام تاعو يجي بزاف هشيش ويذوب في الفم، يعني ما كمش راحين تشبعوا منه. وفي الاخير نقولكم اذا اول مرة تشوفوني نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش نشارك معكم وصفات اكثر واكثر.